السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وبأتم صحة احسن حال. وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم بفيديو جديد وبوصفات جديده ان شاء الله تعجبكم. النهارده بقى حبيت كده اشارك معاكم افكار اللانش بوكس للمدرسه او للحضانه. هديك النهارده اكتر من 20 فكره هتفيدك جدا. احفظي بقى الفيديو ده عندك وان شاء الله هيفيدك جدا. اهم حاجه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل، وتكتبي لي في الكومنتات ايه رايك في الفيديو، عجبك ولا لا، واني لانش بوكس عجبك اكتر. وكمان اكتبي لي في الكومنتات اولادك في سنة كام، عشان ان شاء الله كده الفترة الجاية اعمل لكم افكار كتير كتير لللانش بوكس هتعجبكم. طبعا هبدأ معاكم كده اول حاجة. هتلاقيه اساسي معايا في كل اللانش بوكسات اللي انا بنزلها، ان انا بحط تحت السندوتشات والعصير. طبعا السندوتشات حسب ما انت عارفة ولادك بيحبوا ايه، بياكلوا قد ايه. كمان السناك والحاجات اللي بتحطيها من فوق برضو حسب مقدرتك وحسب امكانياتك وحسب ما انت عارفه ولادك بياكلوا ايه. تمام. انا في اللانش بوكس ده حبيت اعمل كده سندوتش برجر لان هما بيحبوه جدا، فهعمل واحد بس لان العيش ده بيبقى كبير يعني، فكويس قوي اللي هو اكل. وانا كمان ولادي مش قد كده في الاكل خالص يعني، فاكترهم بيرجعوا بيه زي ما هو. فطبعا حطي اللي يناسب ولادك. وهحط العصير، هتلاقي العصير وسندوتشات اساسيه معايا في كل لانش بوكس. هنوع بس من فوق. هنا حطيت نص تفاحيه كده كامله، مرضتش بقى كده اقطعها عشان الاختلاف يعني. وحطيت جنبها كمان عنب، وحطيت 2 مثلث جبنه، وحطيت لهم كده شويه من من الشوكوبون اللي هما بيحبوه. وكده خلصت اللانش بوكس وهقفله. طبعا بتجهزي معاه بقى الميه اللي هو بياخدها معاه او اللي هي بتاخدها معاه. تمام. نروح على اللانش بوكس اللي بعده. هنا بقى هحط سندوتشات برضو. حطيت بقى كده، بحط جبنة رومي وبحط لانشون او بيفي، وكمان بحط عصير. وحطيت هنا كمان معاهم واحد كيكة. هحط بقى في الجنب اللي فوق هقطع كده خيار اشكال كده مختلفة، وهقطع كمان جزر. طبعا لازم نحط خضار وفاكهة، اهم حاجة نبقى حاطين خضار وفاكهة. ممكن بقى تنوعي في الحاجات التانية، تحطي بقى بسكوت، تحطي كيك، تحطي اي حاجة، بس اهم حاجة الخضار والفاكهة. وهنا حطيت نص موزة، هي مش نص موزة بس عشان الموزة كانت كبيرة فما كانتش هتخش كلها فقسمتها نصين. تمام. وكمان حضرت لهم بقى المية. طبعا بحضر لولادي الاتنين، فهتلاقوا في كل اللانش بوكسات هتلاقوني بحضر اتنين. بحضر لولادي الاتنين في الحضانة. تمام. اللانش بوكس اللي بعده حطيت كده سندوتش لانشون، وكمان حطيت سندوتش جبنه رومي. انا تلاقوني دايما مش بحط آه، بتاع دوت، مش بحط جبنه بيضه او اي حاجه تانية، ممكن نوتيلا، لان ولادي مش بياكلوا الجبنه البيضه، هما بياكلوا الرومي واللانشون بس. قطعت خيار وتفاح. برضو الخيار من الحاجات اللي هتلاقوها اساسيه معايا في كل اللانش بوكسات، مش بغيرها لان هما بيحبوه. فانا مش بحط. طبعا انت مش تحطي حاجه في اللانش بوكس غير اللي ولادك بيحبوها، فهتلاقي الخيار دايما معايا في اللانش بوكسات. حطيت لهم هنا كمان قطعتين كده من البيتي فور. وكده اللانش بوكس ده خلص. حضرت برضو بتاع اخوه بنفس الطريقه وبنفس كل حاجه حطيتها بعيدها تاني. نروح بقى على اللانش بوكس اللي بعده. انا هنا كنت خلاص بقى خلصت كده وبقفله. طبعا انا مصوركم الفيديو بالطول لان كل الفيديوهات دي كانت عندي بصورها على تيك توك وكده، وبنزلها هنا على شورتس هتلاقوها في الفيديوهات القصيره، فجمعتهم لكم كلهم في فيديو واحد. هنا برضو نفس النظام، حطيت جبنة رومي ولانشون، وحطيت برضو العصير، وهحط كمان معاه كيكة. وفوق بقى هحط خيار وجزر. وتقريبا اللانش بوكس ده انا لسه منزلاه، يعني هو كده تقريبا اتعاد تاني. مش عارفة بقى، تقريبا ده اتعاد لان كان لسه جاي من شوية، فممكن ده اتكرر مرتين يعني. بس كملي الفيديو الاخر عشان في افكار حلوة في الاخر هتعجبك قوي. ده كده اتعاد يا جماعة، مش مشكلة. خلينا نروح على اللي بعده. اللانش بوكس بقى اللي بعده. كده فتحت اللانش بوكس وهحط سندوتشات رومي ولانشون، وهحط هنا مش هحط عصير بقى، هنا هحط اللي هو الحليب اللي بالفراولة ده. والجنب اللي فوق كده هقطع خيار حلقات، ساعات بقطعه حلقات ساعات بقطعه صوابع.
بتغيري بقى حسب ايه ما انت حابه. وهحط كمان عندي البسكوت الاولكر ده اللي هو بالتمر، بيحبوه برضو جدا، هحط منه كده حبه. وبس كده اللانش بوكس ده خلص. هعمل كمان بتاع اخوه بنفس الطريقه وبنفس كل حاجه حطيتها فيه. اللانش بوكس بقى اللي بعده كده، انا هنا كنت مقطعه توست كده حاشيه نوتيلا، وقطعته كده نصين اه زي ما انتم شايفين كده. وهحط كمان جنبه هنا خوخ، هحط اتنين برضو زي ما هي كده سليمة. وحطيت جنبه كده باكو بسكوت. كده خلصت الجنب اللي تحت. هحط بقى كده فوق برضو خيار طبعا هتلاقوه صديقنا الصدوق في كل في كل اللانشبوكسات. فقطعت خيار كده صوابع. وقطعت بقى كده تفاح وفرغته من النص كده بشكل القلب اهو زي ما انتم شايفين كده. وهحط لهم العنب، هما بقى اكتر حاجه بياكلوها في الفاكهه التفاح والعنب، فهتلاقوه متكرر معانا كتير. وبس كده هعمل برضو بتاع اخوه بنفس الطريقه. وهعمل لهم طبعا ازايز الميه، وهحط لهم برضو عصير. وكده يكون خلاص. اللانش بوكس اللي بعده هحط جبنه رومي وهحط لانشون. بس حطيت بقى 3 تنسس لان كانوا لما لقيتهم بياكلوا نصين فقلت ازود نص كمان، بما انهم بياكلوا في الحضانه مع صحابهم وكده. وقطعت خيار، وكمان هقطع تفاح. وهحط بقى هنا في الجنب التاني ده بسكوت. بس كده هحضر بقى اللانش بوكس بتاع اخوه بنفس الطريقه. هنا برضو حطيت 2 ساندوتش كده، بس هنا كنت حاطه تقريبا جبنه بيضه. حطيت جبنه بيضه، حطيت جبنه رومي والعصير والبسكوت. وهحط فوق قطعت بقى كده الخيار قطع صغيره، وحطيتها في اللي هي الخلل بتاعت السنين دي. وحطيت كمان العنب فيها. وحطيت كمان التفاح، بصوا شكلهم حلو قوي وعجبهم جدا. انا عايزه اقول لكم انبسطوا بيهم قوي. وحط لهم بقى بسكوت من اللي هو بالملح دوت ستيكس كده. اهم حاجه بقى تنوعي انتي في اللانش بوكس زي ما انتي حابه وعلى قد امكانياتك. حطي الموجود عندك، حطي اللي ولادك بياكلوه. في ناس بتحط بانيه بقى ومكرونه وحاجات من دي، بس انا بحب احط لهم حاجات خفيفه اللي هي فطار بس، فاهمين؟ فانتي نوعي زي ما انتي حابه. هنا برضو حطيت سندوتشات وبسكوت وعصير، وحطيت برضو آه تفاح زي اللانش بوكس بتاع اخوه بالظبط. البوكس اللي بعده هنا كنت عامله سندوتشات برجر كده، بس كنت مقطعاه. وحطيت عصير. وهحط كمان بسكوت. وفوق بقى هحط تفاح. وهحط خيار. وهحط لهم كمان بسكوت ساده. وحطيت لهم بقى كده في علبه صغيره. طبعا لما اللانش بوكس مبقى مفيهوش مكان بستخدم العلب الصغيره دي احط فيها اي حاجه تانية. تمام كده. كده خلصت اللانش بوكس بتاع الاولاني، وهحضر بقى اللانش بوكس بتاع اخوه بنفس الطريقه. هنا برضه هحط السندوتشات. اصل السندوتشات هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ ممكن تحطي مكانها كرواسون، تحطي باتيه، تحطي مثلا كيك انت عاملاه في البيت، تحطي كب كيك، حاجات كده. بس انا كنت بفضل السندوتشات اكتر يعني. هحط بقى قطع خيار وتفاح، واحطهم كده جنب بعض. وهحط هنا كيكه
بس. وهقفل بقى وهحط هنا معلقه عشان هحط لهم زبادي كده، بس هحطها ايه بره اللانش بوكس عشان اللانش بوكس مش مفيش مكان يعني. فحطيت لهم كده زبادي بالفراوله، وحطيت لهم طبعا الميه. هجهز اللانش بوكس بتاع خد نفس الطريقه. اللانش بوكس اللي بعده حطيت برضو سندوتشات لانشون كده وجبنه رومي، وهحط عصير. طبعا العصير بتحطي بالحاجه اللي هما بيحبوها. هحط بقى فوق كده خيار، وهحط بسكوت. وحطيت لهم عنب طبعا في العلب الصغيره دي. وهحضر اللانش بوكس بتاع اخوه بنفس الطريقه. وهنا حطيت سندوتشات برضو، وحطيت عصير. وهحط بقى كده فوق هقطع خيار كده صوابع. وهي كمان حطيت لهم دي كده حاجات بالعجوه بتتجاب من الفرن، مش عارفه اسمها ايه. وحطيت لهم كمان، وهي كمان حطيت لهم عنب. وهحضر لانش بوكس اخوه بنفس الطريقه. هتلاقوا كده معظم المقاطع معلهاش صوت، لان انتوا شايفين يعني انا بحضر ايه، واكتر حاجات بتبقى متكرره في اللانش بوكس من تحت. هنا عملت لهم كده سندوتشات جبنه بيضه ورومي وبيفي. وكمان فوق بقى هحط خيار، هقطعه صوابع كده. هقطع كمان جنبه جزر.
وهحط لهم بقى موزة كده صغيرة، وهحط كمان تفاح. انا بحب ازود في الخضار والفاكهة اكتر من الاكل ذات نفسه. بحط بقى تفاح، وحطيت لهم 2 كده من الكوكيز. وكده كنا خلصت اللانش بوكس ده. بصوا بقى شكله حلو ازاي. هحضر بقى كمان لاخوه بنفس الطريقه، وكل حاجه بحطها له لازم احطها لاخوه طبعا انتوا عارفين. وهنا كده خلاص بقى الفيديو بتاعي قرب يخلص. اهم حاجه اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل اشعار بفيديو جديد أنا بنزله. وياريت تعملي شير للفيديو، كل بقى الماميز اللي تعرفيها تاخد افكار كده من الفيديو. وان شاء الله الفتره الجايه اعمل لكم فيديوهات كتير آه، لافكار جديده لللانش بوكس. يا رب يكون عجبكم الفيديو. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الفيديو. وهستناكم في فيديوهات جايه كتير، وان شاء الله اعمل لكم افكار جديده تعجبكم. ومع السلامه حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته.